نعود في المباشر على www.twansafam.com. بعد انت الصوت حضر معنا في المباشر في استوديو توانسافام ولية من ولاية منوبة، مدام أمال. مرحبا بك في توانسة أونير. مرحبا بك، يعيشك. مدام أمال حاضرة بحضنا اليوم باش تحكي لنا واقعة صارت لها شخصيا البارح كنا طبعا شفنا الناس الكل في مختلف وسائل الإعلام، على الفيسبوك أيضا شفنا صور لمسيرات تل مذية البارح واليوم. مدام أمال، كانت صارت لك طبعا واقعة وحادثة شخصية، لو كانت تحكي لنا بالضبط شنو صار مع بنتك اللي هي نورمالمون تقرأ أثناء باك. السلام عليكم. أنا ولية ومواطنة تونسية غير متحزبة وغير متسيسة ككل الأولياء. نوصل بنتي كل يوم للليسي باش تقرأ على روحها، يا إما ما فماش قراية ولا سادة غايبين، يا إما أقرأ ساعة والساعة الثانية أخرجوا وما يحبوش يدخلوا يقريوا. واليوم بالذات وصلتها 8 على أساس أنها تقرأ وتروح ل11. وانا راجعه في الثنيه عرضتني المسيره في معهد حموده باشا. تحيرت وقلت شكون هذا، معناتها مسيره كبيره. سالت وليدات الاولاد شنو هذا، قالوا لي رانا خارجين في مسيره من معهد حموده باشا. تفجعت وتصدمت بكونها بنتي تقرا معناتها في الليسي هذايا. قلت لهم خرجوكم بالسيف عليكم ولا وحدكم خرجتوا؟ قالوا لنا خرجونا وهاكم الاساتذه قدامك تنجم تسألهم. معناتها سألت الأساتذة حد ما يجاوب من الناس كلها عاملة روحها معناتها ما في بالهاش بالهدرة، معناتها التام دارهم هما خرجوا واحنا نتبعوا فيها مردين بالنا عليهم. أما العكس تماما، مشيت للليسي كيف سألت نلقى تلامذة قاعدين البرا قالوا لي احنا ما حبيناش نخرجوا في المسيرة وهنا قاعدين هنا قدام الليسي، ونطلب في بنتي ما تهزش عليا تليفون. ومن بعد هيكش داروا بهم في منوبة، ومن بعد دخلوا بهم للاتحاد تصفير وتصفيق والسياح وتلامذة طالعة على الأسوار ومتشعبتين في الكيران ومتشعبتين في الكماين ومتشعبتين في الكرهب وأمبوتياج لا أراك الله. ومن بعد يلموهم الكل، وحتى من الليسيات الحرة زاد يلموا فيهم في الثنية معاهم وتعداو بهم المعهد ابن أبي ضياف. البيبان بتاع الليسي مسكرين، الاساتذه قراوا الساعه الاولى ومن بعد ما فماش ما يدخل حتى تلميذ، والسياح والتصفير وتخلطت، والمدير فرحان بروحه ويضحك وضحكته من هنا لهنا، والتلامذه والاولياء حايرين. انا معناتها نحمد ربي بكرهبتي قاعده ندور ونفركس على بنتي من بلاصه لبلاصه وين، ومعايا اولياء اخرين زاده متحيرين ومفجوعين على بناتهم. وفما اللي مسكنات كان التقدير ما تقفتها وماشيه تفركس على ولدها وين ولا بنتها وين، خاطر سمعنا باش يهبطوا لنا اولادنا للقصبه. انا نوجه رساله للاولياء نقول لهم يرحم والديكم، رانا مناشي اذا كان انت تنجم كي ما يدخلش الاستاذ قري ولدك ساعه دروس بالفلوس البرا. فما ناس يعلم بحالهم كان ربي مشادين معناتها يحبوا ولادهم. كي نتعدى نخدم نحب نخلي بنتي انا تقرا متهنيه بها في الليسي، مش يجي الاستاذ يخرجها لي للشارع الله اعلم بها وين تمشي ولا شنو اللي يصير لها بالضبط. مدام امال، لو كنت تحكي لنا على موقف بنتك من الحادثه هذه، هل بنتي ما تحبش تمشي، ما تحبش الخروج هذا ولا بنتي صغيره وخطيها الحكايه هذيا وما تحبش وتخاف مني، وديما نوصي فيها احنا ما دخلناش في الامور هذيا، انتم ماشيين تقراو وتروحوا، حتى كيف ما تقراش تقعد قدام الليسي تستناني حتى نجيك انا نعمل دوره في بالي، على خاطر الاساتذه شنو قاعدين يخطوا ليهم مده معناتها، والمديرين بصفه عامه معناتها مع التلامذه الكل كيفاه ما يحبوش يخليوا التلامذه يدخلوا يقراوا ومتهاونين وما يقريوش، وكل كراسه نحلها لبنتي بالعمل فديت، ما عادش نحب نتفقدها. نقول لها نهار تبي تقرا وفرحني قول لي راهو جانا استاذ وقرينا، نهار اللي ما تقراوش مش لازم باش تقول لي، مش لازم باش تحكي لي. كي قلت لها اليوم وصيتها اليوم بالذات، اليوم اقعد قدام الليسي، حتى كان ما قريتش اقعد قدام الليسي، حتى كان فما اضراب ولا فما اي حاجه اقعد قدام الليسي. مشيت نفركس على بنتي من بلاصه لبلاصه ما نلقاهاش، الله اعلم انا لشكون نجم نحمل المسؤوليه هذه. ماذا بيا الاولياء الكل يتحركوا، يهديكم، راهم اولادنا راهم فلذات اكبادنا، يعيشكم، ما تخليوهمش يضيعوا من بين يدينا. حتى اذا كان نكرهوها الحكومه هذه وما نحبوهاش، راهو مش هكا باش نسقطوها احنا النظام وما نجموش نغيروا حتى شيء، ومش هكا. فما انتخابات جايه تمشي لها الناس الكل وتنتخب على روحها. الاتحاد هذايا خرب البلاد وماناش عارفين وين يحب يوصل ببلادنا، ماناش عارفين وين يحب يوصل ببلادنا. بوليسيه مسلحه
مسلحه وحرس مسلح وجيش مسلح ووصلته الاغتيالات، فما بالك اولادنا صغار ما يعرفوش مصلحتهم. تنجم تضربوا كرهبه في الكياس تخليه غادي لاصق قال شنو في مسيره، تنجم يغر بها حد يهزها طفله ولا طفل صغير. يرحم والديكم نقفوا لاولادنا كيما نقفوا لتونس نقفوا لاولادنا. يرحم والديكم يرحم والديكم ما تسلموش في اولادنا. وبالصيف عليهم الاساتذه يدخلوا ويقريوا اولادنا، ما يحبوش يقريوا. احنا نتوجهوا للحكومه جيبوا لنا اساتذه، جيبوا لنا اساتذه من دول الجوار، جيبوا لنا اساتذه منين تحبوا انتم. اللي ما يحبش يقري خذوا فيه قانون يعيشكم، خذوا فيه اجراء يعيشكم ويرحم والديكم. هما ضامنين شهريه تجيهم حتى اللي يديهم يقري ولا ما يقريش تجيه شهريه. احنا اولادنا ما يدخلوش يقريوهم كيفاش نتصرفوا، احنا ضعفاء الحال كيفاش يتصرفوا، ما عندهمش فلوس باش ياكلوا. خلي باش يقري ولده ساعه في الجمعه ايتود ب 90 وب 70 وب 80 دينار. يرحم والديكم اقفوا لنا يا مسؤولين اقفوا لنا. مدام امال، كلمه الاتحاد اليوم حسب ما فهمنا كونه الصغار قاعدين يخرجوا فيهم والتلامذه قاعدين يخرجوا فيهم بالسيف عليهم في مظاهرات تنجم توصل للقصبه، تنجم تصير اشتباكات لا قدر الله، وتنجم تصير حاجه خايبه للتلامذه اللي هما صغار واللي هما دون سن 18 قانونيا يعتبر قاصر. كلمه للاتحاد منك كواليه. الاتحاد نقول له رانا التوانسه الكل تثمن موقفك في اطار النزاهه وفي اطار الشفافيه وفي اطار انك غير متحزب وما تفضلش هذا على هذا. يرحم والديكم يا مسؤولين يلي في الاتحاد وفي النقابات، ما تلعبوش باولادنا، ما تلعبوش باولادنا اللي احنا نفنيو في اعمارنا على خاطر اولادنا، ويعلم بينا كان ربي على خاطر اولادنا كيفاش محرومين ونحرموا في رواحنا باش نوفروا لهم هما اللبسه والقرايه. ونحبوا اعمل حاجه باهيه، اعمل موقف باهي، خلينا نتبعوك يا اتحاد يعيشك. ما تتبعش الجبهه وما تتبعش النداء وما تتبعش الاحزاب الخاسره والصفر الفاصل وغيرها وغيرها وغيرها. الحكومه هذيا ما تسقطها كان الانتخابات، وعمالي انتم تعملوا فالشيء هذايا، عمالي احنا متشبثين ومكبشين في حكومتنا على خاطر لو كان ماهيش هي راس يتلنا امن وامان في البلاد هذيا بصدق وبحقيقه، والنزاهه باينه على وجوه شكون والخبث والمكر باين على وجوه شكون. راكم ما تنجموش تدمغجونا، ما تنجموش تدمغجوا لنا اولادنا، وارتاحوا وتهنوا وتدوروا تدوروا كيما عملتوا في باردو وترجعوا لبلايصكم. خسئتم. شكرا لك مدام امال. المجد للثوره، المجد للشهداء الوطن، وتحيا تونس.